السؤال الأكثر انتشارا في السوشيال ميديا حاليا هو علاش الناس كتشري جهاز ما كيتطورش أصلا باقي هو نفسه من 5 سنوات. اليوم غادي نكتشفوا الحقيقة ورا الشركة الأكبر في العالم اللي القيمة ديالها كتعدى 3.5 تريليون دولار. في هذا الفيديو ما غاديش نهضروا على القصص الإنسانية ضد أبل أو تشغيلهم الأطفال أو حتى تلويثهم البيئة، ولكن غادي نعرفوا شنو السر ورا شهرة الآيفون وعلاش الناس مستعدة تاخذ آيفون وما تاخذش ذهب بقيمته، وكيفاش ابل درست كل زاويه من هذا المنتج ومن كل منتجاتها واستراتيجيتها في التسويق، وحتى غادي نعرفوا علاش مستحيل تلاقى شخصيه شريره واخلاقها سيئه في الافلام عندها ايفون. وشنو قصه ستيف جوبز اللي كانوا الناس كيجيو من انحاء العالم باش يسمعوا ليه في ايفنت ابل السنوي، وكل شيء كان كيعتبره عبقري التكنولوجيا، ولكن حتى واحد ما ذكر باللي راه كان عبقري التسويق كذلك. تفرجوا في الفيديو الاخير باش تعرفوا اجابه هاد الاسئله، واذا كان كيعجبكم هذا النوع من المحتوى اشتركوا في القناه ويلا بداو. خلينا أولا نعرفوا شكون هو ستيف جوبز. ستيف جوبز كان رائد أعمال ومخترع أمريكي، شارك في تأسيس شركة أبل سنة 1976، وكان وراء ابتكار منتجات طورية بحال الآيفون والآيباد والآيبود والماك بوك. كان معروف برؤيته المستقبلية واهتمامه الكبير بالتصميم والبساطة. ستيف جوبز غير عالم التكنولوجيا بشكل كامل وترك تأثير كبير مازال محسوس حتى اليوم، وكانوا الناس كيجوا من جميع أنحاء العالم باش يسمعوا ليه في ايفنت ابل السنوي اللي كيقدموا فيه منتجاتهم. وهنا فين بان الوجه الثاني ستيف جوبز كعبقري تسويق، بحيث انه ما كانش كيروج لمنتجات ابل كاجهزه بل كتجربه. يعني فاش غادي تشري جهاز ابل غادي تولي تحس براسك بحال دوك الناس او المشاهير اللي كيبانوا في اعلاناتهم. يعني ابل كتروج لان الاجهزه ديالها غادي تخلي جوده حياتك افضل. وخلينا نهضروا شويه على تسويق ابل. وقبل بغيتكم تتوقعوا شحال كتصرف ابل كميزانيه لاعلاناتها. في الغالب غادي تكونوا قلتوا بلي رقم ما كيطيحش على البال، ولكن بغيت نقول لكم بلي راه في سنه 2021 صرفوا 3.5 مليار دولار فقط. وقبل ما تقول لي كيفاش فقط راه رقم كبير هذا، خلينا نقول لك بلي شركه سامسونج سنه 2021 حطت 11 مليار دولار على التسويق. وغادي تقول ولكن علاش شركه ابل مشهوره اكثر؟ هنا غادي نقول لكم على اشهر طريقه تسويق عند ابل، اللي هي الشوت اون ايفون او الصور بواسطه ايفون. يعني فقط اي شخص مشهور او غير مشهور فاش كيصور بايفون وينزلها على السوشيال ميديا راه كيدير لهم اشهار بلا ما يحس. ولكن من غير هادشي واحد السؤال ديما كيكون في بالي فاش كنتفرج في اي فيلم، اللي هو علاش مستحيل تلقى شخصيه شريره او اخلاقها سيئه او كتعاطى مخدرات كتستخدم جهاز ابل. وحتى افلام الهاكرز كتلقى ديما الحواسيب مجهوله الهويه. باش نجاوبوا على هذا السؤال غادي نرجعوا لسنه 2020 في واحد المقابله مع مخرج فيلم نيفز اوت. فيلم زوين غادي نشرحه لكم بلا ما نحرق عليكم في حالة بغيتو تفرجوا فيه. فكرة الفيلم أن مجموعة أشخاص كاينين في دار وحدة، واحد منهم كيقتل الآخر وكيبداو يديروا تحقيق بيناتهم باش يعرفوا القاتل وكذا، بحال فكرة أمونغوس تقريبا. المهم المخرج قال في المقابلة باللي شركة أبل ما كتمانعش تستخدم منتجاتها في الفيلم ديالك، يعني ما غادي تخلص لهم والو ماشي بحال الشركات الأخرى، ولكن عندها قواعد وشروط صارمة، منها أن الشخصيات الشريرة أو أيا كان السلوك السيء اللي كدير ما يكونش عند أحد منتجاتهم. وهذا الشيء خلى الناس تولي تتوقع الشخصية الشريرة من أول فيلم، حيث كيشوفوا الكل عندهم جهاز أبل إلا شخصية وحدة عندها إما جهاز أندرويد أو مجهول الهوية. وهذا الشيء داروه باش أنت بعقلك تبقى ديما تربط منتجات أبل بالناس المزيانين والأذكياء والناجحين في حياتهم، حتى عقلك أصلا ما جاز يقول بلاص ما نمشي نخدم ونتقاتل باش نكون بحالهم أجي غير نشري جهاز أبل وصافي. أنا وليت كنحس بلي أنا بحالهم، وهذا الشيء كيندير راسك كثيرة كدير ليه إثبات. ودابا جا الوقت اللي غادي نجاوبوا فيه على السؤال الأهم في الفيديو، اللي هو علاش الناس مستعدة تبيع كليتها على قبل جهاز من أبل. لا لا حرفيا كاين الناس باعت كليتها بالرغم من أنه ما كديرش تطور الكبير، وهنا غادي نكتشفوا السر ورا شركة أبل. ولكن قبل خلينا نعرفوا علاش الشركات كتطور من منتجاتها. جواب باين، الشركات عندها مستثمرين وخاصة تبقى منافسة في السوق باش تدخل لهم فلوس وتبقى الأمور مزيانة وكلشي فرحان. ولكن في حالة شركة أبل الأمر مختلف بزاف. هي ما كتخرجش بتقنيات من الفضاء كل شوية أو بزاف ديال الموديلات كل سنة، ولكن شركة أبل كتعتمد على تقنيات الندرة، كتنزل لك موديل واحد من كل منتج في السنة بثمن مرتفع، حيت تقريبا أرخص هاتف ممكن تشريه حاليا ب 400 دولار. وتطور اللي بسيط باش يكون نهار تكنولوجيا مريخية، بحيث انه الا انت عندك هاتف ايفون من 3 سنوات غادي تبقى تشوف بلي ما كاينش فرق كبير بينه وبين اخر موديل خرج وغادي تبقى فرحان. والهاتف ممكن يدوز معك سنوات وما تحسش بالفرق عادي. وزائد ان منتج ابل معروف عليه ما كتخسرش بسرعه، وبالتالي هي فادتك انت كزبون. وفي دراسات دارت لقاو بلي 72% من الناس اللي كيشريو من ابل كيعاودوا يشريو من عندها مره اخرى. يعني الشركه كتكسب اهم حاجه بالنسبه ليها اللي هي الوفاء ديالك كمستخدم، فبالتالي هي ضمنت انك غادي تجيب لهم فلوس اكثر. وهذا الشيء مخلي شركه ابل هي افضل شركه بالنسبه لاي مستثمر.
وأنا رأيي في الموضوع هو أن شركة أبل منتجاتها كتستحق الشراء مقارنة بسعرها، حيث أنها ما كتخسرش دغيا وكتقدم أداء ممتاز وكتوفر لك بيئة عمل متكاملة. يعني بحساب أبل واحد تقدر تشبك أكثر من جهاز ويخدموا في تناسق مع بعضياتهم والحياة مزيانة. والمهم قولوا لي انتم شنو رأيكم في الموضوع. هذا كان فيديو اليوم. See you guys. Bye.